العمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي، وأيضا دور منظمات المجتمع المدني في حل أزمات المجتمع. يمكن الدولة حرصت الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز دور المجتمع المدني والعمل الخيري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. علشان كده كان لازم ينورنا وشرفنا الأستاذ وائل مقلد، الكاتب ومستشار التنمية والمشاركة المجتمعية. أستاذ وائل، أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا يا فندم. اهلا وسهلا. خلينا نبدا مع حضرتك على طول. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد خلال مؤتمر التحالف الوطني اهميه دور كافه الجمعيات والكيانات العامله في اطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومه وحدها الوفاء بها. كيف ترى ذلك؟ وطبعا لازم نبقى متفقين ان المجتمع بصفه عامه لازم يكون في نوع من الشراكه. ما ينفعش يشتغل الدوله لوحدها، وما ينفعش يشتغل منظمات المجتمع المدني لوحدها. صحيح. لازم يكون في شراكه عشان نقدر نحقق التنميه. واحنا مش بنتكلم كلام جديد، العالم كله بيشتغل من سنوات كتير قوي ان لازم يكون في دور للمجتمع المدني، سواء في نطاق حتى الخدمات اللي كانت الدوله بتقوم بيها في مراحل سابقه زي الرصف، زي البناء، زي التعليم. بقى له في جزء كبير جدا من مشاركه المجتمع المدني في هذا الاطار. لما سياده الرئيس يتكلم في ان يكون في تحالف وطني للعمل الاهلي والخيري في مصر، فده احنا كده بنحط بذره كويسه جدا، لان سنين قوي عانى المجتمع المدني في ان الناس مش مستوعبه يعني ايه فكره مجتمع مدني، وكان في تشويه كتير للجمعيات والناس اللي بتشتغل في هذا الاطار. فلما كده احنا بنقول ان احنا كلنا بنتشارك عشان نعمل تنميه في مجتمعنا ونقدم خدمه حقيقيه، فده اقرار من كل المسؤولين على ان في فعلا دور حقيقي بيتقدم في المجتمع. صحيح. الناس دي اللي شغاله في بلادها، سواء اشتغل على مستوى القريه او على مستوى حي او على مستوى مدينه كبيره او على مستوى محافظه او على مستوى الجمهوريه بشكل عام. واحنا شايفين حضرتك كمل جمعيات كتير جدا، في جمعيات فاعله وفي جمعيات انشطتها قليله، لان في تخصصات طبعا. في عمل بيشتغل على محاور خيريه، وفي ناس بيشتغل على مستوى التثقيف، وفي ناس بتشتغل على مستوى التنميه بشكل مختلف، زي المشروعات اللي بتتعمل كصرف صحي، بتتعمل بناء مدارس او ما شابه ذلك بالتعاون مع الدوله. فكلهم في اطاره يعني. صحيح. طيب، الجزء الخاص بان نظرا للظروف الاقتصاديه العالميه المستمره ومضاعفه الجهود من اجل مواجهه الاثار المترتبه على ذلك، دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي وكافه كيانات المجتمع المدني لتكثيف جهودها عام 2023. خلينا نبدا نتكلم عن اهم الخطوات اللي تم تنفيذها على الارض بعد كده. والله طبعا يعني الناس اللي شغاله في المجتمع المدني والجمعيات الاهليه والمؤسسات اللي موجوده على ارض الواقع وبتشتغل بالفعل، بتحاول تكثف جهودها طبعا، مع ملاحظه طبعا قله التبرعات اللي موجوده، عشان نبقى بنتكلم بشكل حقيقي. احنا بنتكلم عشان نحسن الاداء ونقدم خدمه افضل في ظل ظروف صعبه على الكل. كويس. هننسى بره شويه، هي في ازمه عالميه، انما هنتكلم على مجتمعنا الصغير اللي احنا عايشين فيه عشان نتكلم بشكل حقيقي، واي اطروحه تكون قابله للتنفيذ والتفعيل. كويس. احنا دلوقتي لازم الدوله تساعد المجتمع المدني في انه يحقق اهدافه ويشتغل، لانه هو اللي يحقق التنميه. المجتمع المدني هو اللي دلوقتي قريب من الناس في الشارع، هو اللي قريب من البيوت الاكثر احتياجا، هو اللي لامس الاسر ظروفها ايه، مع ملاحظه ان احنا كمان عندنا مستجدات. يعني كنا بنشتغل مثلا، هنفترض ان بنشتغل في حيز جغرافي او نطاق جغرافي، قوام الاسر اللي احنا هنساعدها هنفترض ان هم 1000 اسره. مع الظروف والمتغيرات اللي حصلت خلال السنه اللي فاتت والسنه دي، طبعا عدد الاسر بيزيد، دخلنا في شرائح تانية، دخلنا في فئات كمان احنا ما نقدرش نقدم لها الخدمه بشكل مباشر. مع احترامي، لما يكون راجل كان موظف وطلع على المعاش وعنده ارتباطات اسريه، ولاده في جامعه، في ثانويه عامه، بنت بتتزوج، وله كيانه واحترامه، وما ينفعش دلوقتي اللي شغال كمان في عمل اجتماعي بقى معظمهم شباب. فتلاقي انا كنت طالب عند مدرس ورايح اقدم له شنطه او مساعده، لا لازم في نوع كمان، ودي عاوزين نتكلم فيها، ان في اخلاقيات للعمل العام ومتطوره حسب المستجدات اللي موجوده. لازم نحافظ كمان على الشكل بتاع الناس واحترامها لنفسها وذاتها، عشان لازم نراعي الجانب المعنوي عند المواطن. فالحمد لله في جهود طيبه بتتعمل، وكل الناس بتتسابق. احنا في ماراثون دلوقتي، وخصوصا قبل الشهر الفضيل شهر رمضان، والناس بتكثف جهودها. ولان انا شخصيا بحب اشتغل على طول يعني ما ينفعش نركز كل حاجه في رمضان بس. ما هي الناس طبعا بتاكل وبتشرب وبتتعالج ومحتاجه مساعدات قبل رمضان وكمان بعد رمضان. فلو كثفنا في رمضان بس، طبعا بنتكلم ان شهر رمضان برضه له فضل خاص عند ربنا، فعشان كده الناس بتتسابق، وشهر الصيام وكده طبعا عند المسلمين، فله يعني وضعيه مميزه، مش هنختلف طبعا يعني. طيب، حضرتك بس ذكرت في اول اجابه حضرتك على السؤال ده ان الامر بقى صعب والتبرعات قليله، فيجب ان الدوله تدعم او تساعد.
حضرتك شايف الدولة ان تدعم الدعم ده يكون بشقين ازاي؟ غير الدعم المادي طبعا. لا اه. احنا ما هو بص حضرتك، التحالف الوطني مثلا يعني في اعلن ان هيتم مثلا عمل 4 مليون اطعام لاسره في رمضان، مم. وغالبا هيبقى خلال الفتره الجايه، الاسبوع الجاي او اللي بعديه هيبقى في تنظيم حتى، يعني دي معلومه انا عندي ما اعرفش مدى مصداقيتها يعني نطرحها او لا. هي في مم. استاد القاهره تقريبا هيتم تعبئه عشان يبقى في نعمل حراك والتشجيع المجتمعي والتحفيز. احنا الدنيا ما يعني مم. كانت الظروف صعبه، انما ربنا ادانا الامل في الحياه يعني، والقيامه بتقوم لو معانا فسيله بنغرزها. فكده معنى ان كده الحياه مستمره مش هنقف. وياما واجهتنا صعاب، يمكن المرحله دي صعبه شويه بشكل كبير، مم. انما ربنا كريم ان شاء الله، ما ينفعش ان احنا نقنط من رحمه ربنا يعني، هو صحيح. الكريم يعني. فانا شايف ان الدوله برضو تيسر شويه في العمل يعني التحركات بتاعه الجمعيات. وده يعني الحمد لله بقى موجود بشكل كبير، وخصوصا بعد دعوه سياده الرئيس ان في تحالف وطني ودور صحيح. المجتمع المدني. وكلمه المجتمع المدني بقت منتشره في الفترات الاخيره في مصر، فالناس بقى في يعني تقبل في الدعم ده ممكن يكون تسهيلات من نوع معين، تسهيلات. وبعدين في او نقطه فتح كمان، اماكن علشان غير كمان تجهيز. اه. حضرتك ان في تحالف اتعمل وكده، كمان آلية التوزيع لازم نشرك كل الجمعيات حتى في النطاق الصغير. آلية التوزيع دي حاجة مهمة جدا. احنا الجمعيات طبعا عندها قدر مدربة مم. وعندها تلاحم مع المواطن على أرض الواقع، فلازم يبقى في نوع من التنظيم وآلية. لازم مم. نشرك كل الناس في المجتمع، الجمعيات الصغيرة قبل الجمعيات الكبيرة. يعني مم. الجمعيات الكبيرة لما بتيجي تنزل في محافظة وبتنزل في قرية وبتنزل في حي، لازم يستعين بدليل. ما هو هيدخل البيوت ازاي؟ ما عندوش داتا بكل الجمهورية. مم. يعني احنا ما قلنا 4 مليون، عدد كويس جدا طبعا ان انا ادخل 4 مليون شنطة، ده حاجة محترمة. انما كمان ال 4 مليون دول مع الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها ضعف العدد مع قد احترام يكون يعني. محتاج عدد اكبر. الحاجة صحيح. التانية كمان بنتكلم على المجتمع المدني، ما بقاش بس قاصر على الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والكلام ده كله. احنا الأحزاب كمان بقت موجودة في الأرض، مم. بتشتغل شغل مجتمع مدني بصرف النظر عن دورها الأساسي في التثقيف والتنوير والإعداد القيادات الشبابية والقيادات النسائية والقيادات عامة لمواجهة الحياة السياسية، ويكون لها دور. انما هو ما نقدرش نفصلهم عن المجتمع وهم جزء منه، فهم لهم دور يعني. فبس دورهم لازم ايه ما يعطلش شغل الجمعيات الاهليه يعني مم. شويه، في نوع من التنسيق ويستوعبوا يعني ايه في فرق. احنا بنشتغل سياسه، بنشتغل عمل مجتمعي يقدم خدمه حقيقيه للناس. مم. فلازم برضو يبقى ان مراعاه الجوانب الحسيه. يعني انا في اخلاقيات بتحكمنا، زي مثلا انا ممكن اصور الكرتونه نفسها، انما ما مم. اصورش المستفيد من الخدمه. صحيح. لازم نراعي الجوانب الانسانيه والنفسيه واللي الدين حث عليها اساسا. احنا ممكن نظهر العمل عشان المتبرع يعرف فلوسه بتروح فين، ان انا فعلا الشغل على الواقع، بعمل اطعام، بعمل وصلات ميه، ده كله لازم ننشره كمان عشان نعمل تحفيز. انما لكن ما متلقي اظهرش الخدمه لا. الاشخاص نفسها اه المستفيدين طبعا من يعني الخدمه. دي يعني هو الحمد لله في بقى في ادراك وعي للواقع شويه. ده اه. بشكل اه. كبير، مم. انما احنا بنأكد عليه بس مم. لاخواتنا واصدقائنا وزمايلنا اللي بيشتغلوا في العمل العام يعني، نراعي الجوانب ديت يعني. كمان اللي بتيجي نتحرك ونشتغل بكراتين، احنا مش عاوزين نعمل هيصه، الحاجات دي تشتغل في السر، مم. وبتدخل في اوقات طبعا ما يكونش فيه نوع من الاحراج للاسر، وهي يعني ادخل بيت في شارع فلازم يبقى في وقت معين عشان ما احرجش الاسره جنب جيرانها. لازم نراعي اعتبارات كده واحنا بنشتغل يا جماعه. اه انما اظهر والناس بتعبي الكراتين ما فيش مشكله خالص. مم. رب 4 مليون كرتونه، 10000 كرتونه، مش ازمه. انما انا بتكلم على اسلوب التوزيع نفسه. وكمان براعي كمان نظراء السن، ما ادخلش على اسره يكون زمايلي في الدراسه هم اللي معايا في البيت، تمام. فلازم يبقى برضه في شويه اخلاقيات تحكمنا في المجتمع عشان ما نهدرش قيمه الاخلاق. طيب. كمان بتعمل حاجه عكسيه، انا اسف اكمل لا النقطه اتفضل. دي. اه. اه. ده ان مهم. كمان ساعات الناس لما تعتاد على ان ممكن النهارده انا مش متعود اخد، لما خدت مره واثنين ممكن اتعود على كده وما اشتغلش بعد كده. مهم. انما انا بواجه ظرف خاص في المجتمع، فلازم برضو نشتغل عليه، ده ظرف خاص في المجتمع، ربنا يزيله ده ان نشتغل شاء عليه الله. ازاي لما ممكن الناس تفهم ان هي خلاص بقت مسكنه في قائمه بالظبط. ان بيوصل لها اه اعانات او كده؟ ده نشتغل عليه ازاي ان الناس تبقى يعني فاهمه، او اللي لازم يستوعب بيستقبل ان ده ده؟ ظرف مؤقت. وبعدين اه. انا راعي، انا ممكن اساعد حد النهارده، انما والله هو كمان لو عنده قدره على العمل وقدره على الانتاجيه، وان ممكن يتعمل له مشروع صغير جوه البيت او في محل انا اجره له او مهم. الكلام ده كله، هيبقى شيء افضل. يعني فكره تقديم المساعدات فقط وفي الظرف الراهن واجبها، لان مم. احنا محتاجين كتير واجبها. نشتغل على الاطعام ونشتغل على العلاج. مهم. اسعار الادويه غليت جدا عندنا، الروشتات ما شاء الله في كل مكان الجهات تشتغل ونتواصل معاها على مستوى كل مصر. بقى في اشكاليه، مم. كمان الادويه مش متوفره بشكل كامل. الاسعار الادويه تضاعفت، وخصوصا اصحاب الامراض المزمنه المزمنه. السكر والضغط، مم. ده لازم ياخد العلاج بتاعه. طب هو غلي هيجيبه منين؟ والقوه الشرائيه للجنيه ضعفت. فاحنا كلنا بنكثف جهودنا نشتغل على النطاقين دول بشكل اكبر يعني، تمام.
وما نغفلش الجانب الروحي على فكره، يعني حد تفوق انا اكرمه برضه، حد حافظ قران اديله شهاده صحيح. تقدير، بس ما عملش اسراف، يعني ما عملش حفله كبيره وانفق عليها انفاقات كبيره. في سبيل ان انا الاسراء دوره كوره الاقي الصرف ناس ده تلعب كوره ونعمل مسابقات وتحفيز، لان النشاط ده حاجه مهمه. انا برضه ما بالغش في الهدايا، ما عملش اسوان كبير. لازم ناخد بالنا ان المجتمع في اشكاليات كبيره وفي ازمات، فانا لازم اتعامل مع الاشكاليات ديت بشكل منضبط وبشكل محترم، ان انا ما اهدرش صحيح. قيمه التبرعات. يعني احنا عندي مثلا في الجمعيه، احنا حتى كل الجوائز والهدايا اللي بتقدم في تكريم حد متفوق في لعبه رياضيه او حافظ، دي بنعملها بشكل شخصي مش من فلوس التبرعات. مم. حتى بنعمل ملتقى بيبقى بشكل شخصي على حساب الاعضاء، يعني احنا بندير العمل مش من فلوس التبرعات. فلوس التبرعات دي امانه يا جماعه، ما رايحه ينفعش ان احنا نهدرها. لجهات صحيح، او رايحه لمصادر صرف طبعا عشان محدده. ما نتحاسبش عليها، يعني صحيح. الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا، ونيجي بعد كده نحس ان احنا دخلنا في حته كنا تانية في خالص. مشكله كبيره. طيب ربنا يستر. انا لسه عندي اجزاء تانية، لكن في جزئيه الدعم والمسانده، وان الجمعيات والمؤسسات بتواجه مشكله في قله التبرعات. طبعا احنا ما عندناش ارقام حقيقيه، بس هو يمكن طبعاً. يكون الوارد الشكل العام طبعا، لان التبرع جاي من الشعب المصري، يمكن طبعاً. يكون في ظروف اقتصاديه تؤدي او تؤثر على ان الناس تقلل، مش هنقول نوقف حقيقي. جزء التبرعات، فممكن تكون الجمعيات بتقابل المشكله دي. حقيقي. في جزء خاص ويمكن احنا مش عارف المفروض نطرحه ولا لا، خاص بالشركات تمام. والمؤسسات المشاركة ورجال المجتمعية. الاعمال، ان في حاجه اسمها المشاركه المجتمعيه، حقيقي. اللي هو بيسموها بالانجليزي CSR تقريبا تمام. عندهم. المشاركه المجتمعيه دي كمان هي بتفرق معاهم شويه في حساباتهم تقريبا مع ضرايب. الضرايب، ان هو الجزء اللي بيطلعه ليه كتبرع هو بيتخصم منه في الضرايب بتاعته، او بيسدد تمام. كجزء من الضريبه، فهو في الاخر احنا هنا كسبانين وهنا كسبانين. ف ليه او مش عارف، طبعا في احصائيات عن ان المشاركه المجتمعيه للشركات ده معمول بشكل كويس، ولا محتاجين نضغط عليه اكتر شويه، او محتاجين نوجه شويه للشركات والمؤسسات اللي بتعمل بشكل أوروبا كويس وأمريكا يعني. سابقنا بمراحل في القصة دي طبعا. المشاركة المجتمعية، وإن الشركات الاستثمارية واللي عندها استثمارات وبتكسب، شركات تجارية، بيخصص جزء من الأرباح بتاعته إن هو يضخها في المجتمع على سبيل التنمية. ابتدت كمان بعض المؤسسات والشركات تعمل مؤسسات تنموية وخيرية خاصة بيها هي شخصيا، بتستثمر باسم للشركة أو المؤسسة. صحيح. ويبقى في جمعيات تتولى هي بقى تشتغل اما على النطاق الخيري، او انها بتشتغل على انها تمول جمعيات في النطاق الجغرافي، او في جمعيات بقى من تبعها برضو بتشتغل على انها اعمل تنميه في محور معين. بيدعم التعليم، في حد بيدعم الصحه. التحالف الوطني فيه شراكات من هذه المؤسسات الاستثماريه، سواء شركات او بنوك، هي كتير بتمول في الموضوع دوت. واحنا بقالنا في مصر اكتر من يعني 5-7 سنين، لا اكتر، قبل كورونا بفتره، يعني نقول مثلا داخلين على 10 سنين كده تقريبا، فكره المسؤوليه المجتمعيه والمشاركه المجتمعيه بقت موجوده في المنظومه التمويليه للعمل الخيري. هنلاقي كتير جدا شركات دلوقتي، يعني كلمه كتير جدا ممكن تكون مش منضبطه، لا هي ممكن نقول في شركات كتير ابتدت تدخل في المنظومه ديت، وخاصه البنوك. وده طبعا بيبتدي يتخصم من الارباح بتاعه الضرائب، طبعا قيمه الضرائب عن المبلغ المتبرع به او اللي بيدخل يصب في المؤسسه. في شركات ومؤسسات كتير ووزارات ابتدت تعمل ادارات للمسؤوليه المجتمعيه والمشاركه المجتمعيه كامله. صحيح. حقيقي. وفي قطاع البترول كده، يعني مثلا بيتعمل ادارات للمشاركه المجتمعيه، احساسهم بالدور اللي بتقوم بيه في اتجاه المجتمع، سواء على النطاق المحلي. وفي مصانع وشركات زي ما قلنا المناطق الاستثماريه، زي مثلا 10 من رمضان، مدينه بدر، 6 من اكتوبر، هتلاقي في مصانع وشركات كبيره عملت اما جمعيات او مؤسسات باسمها، او بتمول جمعيات تشتغل عندك دوت. فانا شغال مثلا في 10 من رمضان فانا ممكن اشتغل مثلا انا ارصف الطرق المؤديه مثلا للمناطق الحكوميه، لمدرسه، والله في مدرسه محتاجه اعاده بناء، ممكن اتبرع، او اجيب الادوات اللي هي الديسكات والمستلزمات التعليميه. صحيح. فالحمد لله في نوع من بس يعني ده موجود، يعني انا اعرف ان المؤسسات الكبيره عامله مؤسسات باسمها، واحنا بنعرفها من ربط الاسم، ان في مؤسسه فلان او مؤسسه كذا، فتلاقي في مؤسسه كذا الخيريه، يعني هي نفس الاسم مربوط، فده بنعرفه. لكن بشكل عام اللي مش عامل مؤسسات، حضرتك عندك معلومه ان هم عاملين في حقيقي كتير عاملين وحتى كمان في بعض المصانع شركات بتطلع جزء من الارباح بتتبرع بيه، مثلا بتطلع شيك لصالح جمعيه سي الجمعيه سين مثلا، الجمعيه دي بتاخد التبرع دوت، هو بيخصم من ارباحه وانا باخده بيمولي مواردي، اشتغل على الايتام، بشتغل على المرضى، بشتغل على اي محور تنموي
من الانشطه المعتمده اللي انا شغال فيها يعني. صحيح، فده شويه بيفرق مع الجمعيات والمؤسسات، ونتمنى ان هو يزيد، لان هو هيبقى ده يعني ده مش عايز اقول المصدر، بس ده هيبقى اللي عليه عامل اكبر الفتره اللي جايه طبعا رغم ان احنا طبعا مش هنغفل ان طبعا الشركات والمؤسسات يعني يمكن الظرف الاقتصادي برضو مضغوط شويه، بس احنا دايما بنقول اللي بيقدم جنيه ربنا بيبارك له فيه اساسا، هم يقدروا ربنا كمان بيعوضه. صحيح يصنعوا. في شق صغير كنت حابب اطرحه. طب انا هستاذن حضرتك هناخده، ولكن اخد بس اتصال هاتفي مع الشيخ سعيد عيد، امام وخطيب بمديريه الاوقاف بمحافظه الاسماعيليه. فضيله الشيخ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ احمد، كل عام والامه الاسلاميه بخير وسعاده دائما ان شاء الله، ومصر في امن وامان ورخاء واستقرار ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. يمكن بنتكلم من بدايه الفقره على اهميه العمل التطوعي ودور منظمات المجتمع المدني في حل ازمات المجتمع، وعايز كمان من الجانب الديني اخد راي حضرتك، وحضرتك توجهنا اكتر على اهميه العمل الخيري واهميه تكاتف المجتمع كله لمساعده الاسر الفقيره والمحتاجين. ويمكن جزء كبير كنا بنتكلم من الظروف الاقتصاديه العالميه حتى عالميا وداخل مصر ادى الى ان كمان زاد عدد الناس وعدد الاسر اللي ممكن يكون محتاجين للتبرع. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. اولا هذا هو الشهر الذي فيه ترفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، فقد روى الترمذي والنسائي عن اسامه بن زيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العباد، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. إذن الشهر ده كل الأعمال يا أستاذ أحمد بترفع إلى الله، منها الصيام ومنها الصدقات ومنها أفعال الخير ومنها الطاعات ومنها الكثير والكثير. ونحن الآن يعني بنمر بأزمة حول العالم كله مش في مصر بس، فيجب علينا التكاتف. يعني اللي معاه أي مال يحاول يفتح ويساعد الفقراء والمساكين والناس الأرامل والمحتاجين يفعل، لأن هذا هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. صحيح. ولو نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه ما قالش هيرفع فيه الصيام بس، أو ترفع فيه الصدقة بس، أو يرفع فيه الصلاة بس، إنما التنويع هنا في العبادات ترفع فيه جميع الأعمال إلى الله، من صيام ومن صدقة ومن زكاة مال. حتى إن العلماء زمان كانوا يعني يحكموا على الفقراء ان هم يخرجوا زكاة اموالهم في شهر رجب، واذا تاخر يقولوا طلعها في شعبان. ليه؟ حتى يستقبل الفقير رمضان بقلب فرح. اذا هناك تكاتف يجب على الامه الاسلاميه ويجب على الاغنياء ومن الذين وسع الله عليهم من النعم والاموال ان يتكاتفوا مع الفقراء والمساكين حتى نعبر هذه المرحله، وإن شاء الله تمر مصر بهذه المرحلة وهي في أحسن حال. ومصر دائما وأبدا كانت تخرج ولا زالت تخرج المساعدات للعالم كله. صحيح. فمصر لم تصاب أبدا بسوء، وهذا وعد ربنا لنبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا، نورتني وشرفتني. فضيلة الشيخ سعيد عيد، إمام وخطيب مديرية أوقاف بالإسماعيلية. شكرا يا فندم. خلينا نكمل مع حضرتك استاذ وائل مقلد، الكاتب ومستشار التنميه والمشاركه المجتمعيه. كان في جزء صغير حضرتك عايز تتكلم عنه قبل انا بتكلم بالنسبه لمخصصات المؤسسات الكبيره جدا في مصر اللي شغاله في محاور التنميه، سواء في المجال الطبي او في مجال التنموي بشكل عام، والدعايه والاعلان اللي بتتعمل. طبعا دي حاجه مهمه جدا، انا بعمل اعلان بيجي لي موارد، فانا برضو في شق هنا بقى الدوله لازم تساعد فيه بصراحه. يعني لازم يكون القيمه بتاعه التبرعات دي تقل شويه عشان ما اهدرش قيمه التبرع. قيمه التبرع ولا قيمه الاعلان تقصد حضرتك؟ لا، ما انا مثلا بيجي لي حضرتك مثلا سيب انا جالي 10 مليون تبرعات في مؤسسه كبيره، فبيروح يعمل اعلانات مثلا بيدفع 10 مليون على فكره عشان يجيله 100 مليون. قيمه الاعلان يبتدي الدوله تساهم انه يقل، حقيقي لازم يقل عشان ما يبقاش بهدر قيمه التبرعات اللي موجوده. رغم ان انا مؤمن فكره الاعلان، بس ما يبقاش بالكثافه والمبالغه والبتاع. وبعدين احنا بقينا كمان في الميديا، مش في التلفزيون بس، لا كمان في الراديو. احنا بنفتح حتى اذاعه القرآن الكريم نلاقي بالنص ساعه احنا شايفين اعلانات. صحيح. ودي حاجه طيبه، احنا بنحس الناس وبنوجهها. هي كمان علشان تحافظ على استمراريه التبرع بس. طبعا حقيقي، ما انا زي ما يكون عنده مشروع بيدر ليه دخل عشان يحافظ على استمراريه. انا بتكلم على تقنينها
بشكل مبقاش مكثف جدا جدا، والحاجه الثانيه مبقاش القيمه بتاعه التبرعات دي، يعني برضه احنا مش عمل خيري. اعتقد ان بعض الشركات الوكالات الاعلانيه بتحاسب المؤسسات بارقام اقل من المفروض اقل من الشركات اللي بتعلن. الجامعات الكبيره غير الصغيره، الجامعات الصغيره انا عندي معظم الناس او كلهم تقريبا متطوعين، انما الجامعات الكبيره عندهم موظفين كمان بيتقاضوا اجر، ودي حاجه مش بالظبط، والتزامات اخرى يعني. طيب خلينا نتكلم عن ان مؤسسات المجتمع المدني بتمتلك دايما كوادر اداريه وميدانيه مدربه ومؤهله تستطيع تقديم الخدمات بسرعه وكفاءه عاليه، بحضرتك اشرت ليها في جزء من كلام حضرتك ده، كمان بالاضافه للقدره على الوصول للاسر والفئات المستهدفه. طيب اهميه ان الكوادر المدربه دي حتى تصل الخدمه لمن يحتاجها، اهميه ان يكون الجمعيات دي عندها كوادر فعلا مدربه، مش بس فكره ان هم متطوعين، لا هم متطوعين محترفين في هذه الجزئيه. هو اللي احنا بنتكلم هنا بشقين. كويس. في حاجه اسمها الخبره التراكميه، وفي حاجه اسمها التاهيل والتدريب. تمام. الخبره التراكميه انا بشتغل في مجال، فالنهارده اتعلمت حاجه، بكره اكتشفت ان انا كنت بشتغل غلط، هعدل من مساري، هتوجه، شفت اللي بيشتغل قبليه بيتكلم ازاي، بيتعامل مع الحالات ازاي، بيقدر يجيب الحاله ويعمل بحث حاله عليها ازاي. ده خبرات تراكميه بتيجي من الشغل نفسه. انما احنا برضو بنتكلم على ان لازم يتعمل، الناس اصلا تستوعب يعني ايه فكره عمل خيري، عمل عام تطوعي، الهدف منه ايه، الاليات بتاعته ازاي، اشتغل ازاي، ده كلها علم ودراسه. صحيح. تمام. وابتدي كمان اشتغل انا دلوقتي لو عندي مثلا في حيز جغرافي، هنفترض احنا في حي هنا في اسماعيليه، طب الحي دوت هشتغل فيه ازاي؟ ممكن يجي ناس تشتغل من بره الحي معايا في الجمعيه، لا بس لازم يكون في ناس من داخل الحي هم عارفين، هتبقى عارفين الحالات وعارفين التطور. النهارده انا برعى اسره، انا بجيب المستندات بتاعتها، مثلا اسره ايتام، فانا بشتغل، انا بجيب شهاده الوفاه، بجيب عدد الاسره كام، من الاسره بقت الام مثلا هي اللي موجوده، وعدد الاطفال، مراحل التعليميه ليهم كام، ده كله بيسجل في فايل عشان ابقى عارف. طب حصل تغير، حد من الاطفال بدا يشتغل، كبر، اتخرج، بدا يشتغل، انا عندي البنت اتجوزت خلاص بشيلها من من الحسابات. عندي واحد خلص تعليمه ويشتغل خلاص، او خلص تعليم عامه، فهو خلاص المفروض يدور على شغل ويشتغل مع نفسه. فدي لازم في حاجه اسمها ابديت، بعمل ابديت للداتا، ان انا كل سنه انا بشوف الدنيا مشيت ازاي، في متغيرات، في ابن ربنا يكرمه مثلا بوظيفه كويسه او يجي له سفريه كويسه، فممكن هو كمان يتحول من متلقي الخدمه ان هو يتبرع معايا. دي حصلت عندنا على مدار الفترات، حصلت قبل كده. طبعا هو كان بيتلقى وهو يتيم وصغير، ربنا كرمه واشتغل في وظيفه كويسه، فهو حس ان كان في جهد بيتقدم له، فبقى متبرع هو كمان. كويس. فلازم نعمل يعني ايه، نعمل تغيير تحديث كمان وتحديث للبيانات، صحيح. ونغير الآلية والفكر. الفقير مش بس اللي هو مش لاقي شغل او حد مريض او حد يتيم فقط، على فكره في يتيم كمان غني، فما ينفعش ان انا اديله على فكره يعني. صحيح. ده في كمان مستحدثات بتحصل في المجتمع، زي ما احنا بنتكلم على الظروف الراهنه، حد جاله عجز فساب شغله، حد كان في وظيفه كويسه وتوفى الله. فحضرتك قصدك ان الكوادر اللي من داخل المناطق نفسها او من داخل الاحياء هم اللي هيفيدونا دايما بتحديث المعلومات. وده بيحصل بشكل كبير، حتى الجامعات الكبيره زي ما كنا بنتكلم، لما بيجي يشتغل في حيز اصغر او في منطقه في الصعيد او كده، بيستعين طبعا بالجمعيات. في ناس بتستعين طبعا بناس تانية مش جمعيات، مثلا يروح لعمده في بلد وممكن يكون عارف وممكن ما يكونش لامس الحالات. صحيح. ممكن يروح لرجل اعمال في مكان ويبتدي يتعامل معاه، ممكن مش لامس كل الحالات. اللي بيشتغل في عمل مجتمعي وجمعيات غير اللي بيشتغل ان هو له واجهه اجتماعيه او له حيثيته يعني. وصلت. طيب في جزء اخر هام، هو ان الدوله دايما بتسعى جاهده على فتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني للوصول لحل مشترك للازمات. كيف ترى اهميه هذا الحوار؟ هو اولا الحوار دايما حتى في الدين وفي القرآن امركم شورى بينكم. صحيح. طول ما احنا بنتكلم على ترابيزه واحده، والدائره المستديره اللي احنا بنتكلم عليها بيعمل اطروحات وبنتكلم بشكل مباشر، ويبقى النيه ان احنا نوصل لحلول عمليه. يعني بنتكلم العنوان بتاع الحلقه مثلا بيتكلم على الازمات المجتمعيه واليه الحلول، لازم اعمل حصر للازمات. مفيش انسان بوحده هيعمل حصر، لان ممكن يكون النطاق اللي انا بشتغل فيه غير النطاق اللي حضرتك بتشتغل فيه، الواقع اللي حضرتك عايش فيه غير الواقع اللي غيرك عايش فيه. فنبنقعد كلنا مع اختلاف ايديولوجياتنا الفكريه وثقافتنا واعمارنا كمان، لان في خبرات، فبالتاكيد هنبتدي نحصر معظم الازمات ان لم يكن كلها، هنقول معظمها، ونبتدي نشوف الحلول والاليات. احيانا ممكن تطرح فكره من شاب حديث او من فتاه صغيره بشكل احنا شايفينه ان هو غريب شويه، بس ممكن يكون هي الاليه للحل. وزي ما شفنا احنا في حرب 73 في انتصارنا العظيم، هدم خط بارليف بسبب ضابط صغير لسه في الجيش المصري بيقترح ان احنا زي ما كنا بنعمل في الفلاحين، نجيب الميه نرشها نحطها من تحت الساتر الترابي، فهيبتدي ايه
يقع. ده اللي حصل في 73. فاحنا ما نستقلش بفكر حد وبأطروحة اي حد. فدايما التواصل المباشر كمان بيفتح مجال لان احنا نعدل من المسار. ممكن نكون ماشيين بآلية، انما لما يحصل متغيرات مجتمعية ونقعد نتكلم ونعمل اطروحات جديدة هنشتغل. اشتغلنا في مصر على ذوي الاحتياجات، واشتغلنا في مصر على اللي هو زي اصحاب الهمم، واشتغلنا على الايتام، واشتغلنا على محاور كتير قوي في المجتمع. كل يوم بنلاقي ان في تطور في منظومة العمل الاجتماعي. كمان الانسان ما بيطورش من نفسه، ما بيتطورش. يعني حتى الفكر ما ينفعش اشتغل بنفس الآلية اللي انا شغال بيها من يوم ما عملت المؤسسة والمنشأة. لازم اطور حتى بالمستجدات. فالاولى ان يكون اللي بيشتغلوا في العمل الاجتماعي والعمل الميداني اما يحصل تواصل مع الجهات التنفيذية في المجتمع، سواء وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب، الوزارات المعنية بهذه الامور. بنبتدي نذلل كمان حتى لو في روتين او في بعض الاشكاليات. يعني احنا كان في قانون الجمعيات الفترة اللي فاتت بنعمل اعادة توفيق الجمعيات، فبقى في مرونه. مدوا الفتره شويه عشان في جامعات لسه ما كانتش خدت اجراءات. لازم يكون في نوع من المرونه في التعامل مع الجمعيات، مع التفتيش والرقابه المستمره، عشان برضو دي امانه يعني. صحيح. طيب حضرتك ذكرت في كلامك عن اشكال العمل الاجتماعي التطوعي. يمكن العمل الاجتماعي التطوعي بيزداد اكتر في اوقات الازمات والكوارث والمتغيرات المختلفه. لو حبينا نحدد او نخصص او نقول للناس ايه هي اشكال العمل الاجتماعي التطوعي الاساسيه المعروفه اللي ممكن الناس، يمكن ده كمان ممكن يوجه للناس اللي هتتبرع، فيبقى هو عارف هو بيتبرع في مسارات محدده من قبل الجمعيات، تقدر تقول لنا ايه؟ هو العمل التطوعي بدايه الناس بتتطوع، اما بتتطوع او تتبرع. هيتبرع اما بالمال او بالجهد او بالوقت او بالفكر. تمام. الحاجه اللي بنشد فيها المجتمع رفقا بالناس اللي بتشتغل في العمل الاجتماعي والميداني. في شباب بيبقى سايب مذاكرته احيانا، في شباب بيبقى سايب ظروفه ويتحرك عشان يقدم خدمه مجتمعيه. في ناس بتتكبد حاجات كتير جدا عشان تشارك في العمل الاجتماعي في ظل الضغوط، وهم كمان جزء من المجتمع، فعندهم نفس الضغوط ونفس الاشكاليات ونفس الازمات سواء الاقتصاديه او المجتمعيه. صحيح. فخلي اللي شغالين نسيبهم شغالين، نقول لهم الله يعينكم. لو حسينا ان في حاجه في المسار مش منضبطه ممكن ننصحهم بشكل محترم وبشكل كويس عشان نساعدهم ان هم يعدلوا ويشتغلوا. فبنقول دلوقتي العمل المجتمعي الثابت في المجتمع المصري هنقول العمل الخيري. العمل الخيري قائم على الإطعام، والإطعام هنقسمه نصين، ان احنا نقدم وجبات او كراتين او ما شابه ذلك. وفي نفس الوقت لو عملنا مشروعات صغيرة لبعض الأسر هيبقى شيء جيد جدا. احنا كنا شغالين على محور مثلا للمطلقات والأرامل، نعمل لهم في البيت سواء حاجة تتناسب حسب كل مجتمع. في مجتمع يتناسب ان نعمل لها مشروع زي الفاكهة او حاجة بآلة صغيرة او نظافة فراخ. تمام، حسب الامكانيات والقدرات. الشق الثاني بيشتغل فيه اللي هو الشق الخاص بالعلاج. العلاج دوت فيه مؤسسات كتير في مصر بفضل ربنا، وناس محترمين ابتدت تعمل مراكز اشعه ومعامل تحاليل بتمولها تبع المؤسسات عشان تخفف من القيمه بتاعه قيمه التحليل او قيمه الاشعه. فده اتجاه محترم جدا. والادويه كمان، يعني احنا بنقوم بسداد مثلا ديون المرضى في الصيدليات. يعني في المناطق الشعبيه حضرتك في القاهره وفي المدن وفي الارياف هتلاقي ان الناس عارفه بعضها بشكل كبير، فممكن تستدين في العلاج من الصيدليه والجمعيه تسد مع الصيدليه. فاحنا بنقوم بالجمعيه او من اهالي الخير بيقوموا بشكل شخصي بنسدد طبعا الادويه اللي هي فده شق محترم جدا يعني وواجب في هذه المرحله. كمان بقت في حاجه كبيره في مصر ومحترمه بتتعمل، هي القوافل الطبيه. القوافل الطبيه سواء بتنظم تبع الدوله، بنستضيفها كجمعيات في القريه، بيتولوا التخصصات تكشف عن الناس ويوفروا لهم الادويه في بعض القوافل. بنتعاقد مع الصيدليات تعمل خصم يوم القافله، لو في حاله ما يكونش الادويه متوفره كلها يعمل خصم للمستحقين عن الادويه المقرره في القافله الطبيه. فاحنا عندنا المنظومتين الاكثر اهميه وهنضيف عليهم المحور الثالث. اول حاجه الاطعام، والشق الثاني بتاع الادويه والعلاج بصفه عامه، والشق الثالث المشروعات الصغيره. في حاجات طبعا بتبقى ازمات وكوارث زي ما حضرتك بتتكلم. انا ممكن يحصل انهيار، يعني انا ممكن ما اساعدش الناس انها تبني، لما حصل انهيار لمنزل بسبب حادث، بسبب ان هو كان متهالك، فلا ما نستشير الناس تقعد في الشارع. ممكن نساعد في البناء، على الاقل نأجر له مكان. يبقى الناس لازم في المواقف الصعبه الناس بتتلاحم. صحيح. ومجتمعنا بامانه الله مجتمعنا بيتحمس جدا في وضع الكوارث والازمات. تظهر المعادن الطيبه عند صحيح. المصريين. صحيح. وبيظهر الدين في اخلاقنا، رغم ان احنا عندنا اشكاليه في المنظومه الاخلاقيه في المجتمع المصري، وده لا تقل اهميه عن الاطعام وعن العلاج وعن المشروعات الصغيره.
الاخلاق حاجه مهمه جدا، يعني عندنا انفلات اخلاقي بشكل مش عاوز ابالغ فيه، لا احنا محتاجين نعمل اعاده تاهيل. يعني اذا كان في جزء والمنظومه اللي على حاصل السوشيال صحيح، ميديا، لان كلنا على السوشيال ميديا، لازم فلازم يكون يكون في جامعات كمان لها إعادة شغل على نظر. السوشيال ميديا في اعاده ضبط المنظومه الاخلاقيه في صحيح، المجتمع صحيح. المصري، وخصوصا عند الشباب. وذلك العمل التطوعي بيخلي الشباب كمان عندهم حماسيه، ويبتدي يظهر اخلاقياته ويظهر قدراته وهو وهي بيشتغل. قايمه في الاساس على الشباب اعتقد، يعني جمعيات ومؤسسات قايمه طبعا في احنا عندنا الاساس على 60% الشباب، من المصريين من شباب. المصريين، فبقى وبالتالي احنا بنشتغل برضو معانا من اعدادي ومن ثانوي وفي جامعه وخريجات بيفرق في بناء وخريجين. شخصيتهم لما يكبروا بعد كده. هو بيقدم وبيشتغل، وممكن صحيح. تكتشف حاجه في قدراته وهو بيشتغل، ما كانش واخد باله، هو فيتوجه بيفكر ناحيتها كويس، بعد ممكن كده. يعمل اطروحات، ان جهده البدني كويس. فدي في حد ذاته حاجه بتنمي من شخصيته، صحيح. وبتخليه كمان عنده التزام ادبي. انا بشتغل في عمل بمثل شباب البلد، بمثل فتيات الحي، فبقى واقفه بشكل منضبط، في اخلاقيات بتحكمني في التعامل، بتكلم مع الناس ازاي، كلمه حضرتك بتبقى واجبه في الكلام. فانا بطور من المنظومه بناء الاخلاقيه شخصيته في المجتمع كمان. المصري. صحيح، صحيح. انت على المستوى الشخصي بتطور في بناء الشخصيه نفسها. حقيقي. استاذ وائل، انا انبسطت جدا جدا بوجود حضرتك معانا ربنا النهارده، يخليك. استفدنا جدا جدا من الكلام مع أستاذ حضرتك معانا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ وائل مقلد، الكاتب ومستشار التنميه والمشاركه المجتمعيه. شكرا ليك يا فندم، شكرا ويمكن لحضرتك يا زحمة. يكون لنا قريب لقاء اخر كمان، لكن شاء انا الله. وقت فقرتي انتهى للاسف. اشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. المشاهدين. شكرا لحضرتك يا فندم، نورتنا. هنطلع الفاصل من محافظه السويس، وهنتابع الندوه بعنوان برنامج دعم الطبيب البيطري، اهدافه ومميزاته.